لاحظت كده في الفترة الأخيرة إن في ناس مش عارفة إزاي تعمل ليجيت تشيك على السنيكرز، أو إن هي تتأكد السنيكر دي أصلية ولا لأ. فقلت خلينا نعمل فيديو نعمل تشيك كده لايف. هو أنا عملت التشيك قبل كده، بس خليني أوريكم السكرين بتاعة الموبايل إزاي نقدر نعمل تشيك على السنيكر ونتأكد إن هو أصلي ولا لأ. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك شير للفيديو ده لكل حد مهتم بعالم السنيكرز. للأسف الفيك أو الريبليكا بقوا كتير جدا في الماركت. أنا ما عنديش مشكلة معاهم، بس أنا مشكلتي كلها مع الناس اللي بيبيع سنيكرز ميرور وتقعد تقنع الناس ان هي اصليه. انا كنت عملت فيديو قبل كده ايه الطرق اللي هم بينصبوا بيها على الناس، تقدر تشوف الفيديو من فوق هنا. شرحت فيه اكتر من طريقه واديت امثله كمان بالاثباتات زي ما بيقولوا، طبعا بدون ذكر اي اسماء او اي بيجز عشان مش عايزين حوارات، لان للاسف هم مقتنعين ان هم اللي بيعملوه ده مش غلط. مش غلط ان انت تبيع سنيكر لناس ان هو اصلي وهو اصلا مش اصلي ولا اي حاجه. فانا قلت اعمل فيديو عن الابلكيشن اللي احنا هنتكلم عنه. هم 2 ابلكيشن ونخلي اي حد يقدر يعمل تشيك بكل سهوله. موضوع سهل جدا زي ما هنشوف دلوقتي. السنيكر اللي هنعمل له تشيك دلوقتي كنا عملنا له ريفيو الفيديو اللي فات، هو الاير جوردن 4 الاس اي الكرافت الميديوم اوليف. بشكل عام اول ما مسكت السنيكر ما عنديش شك خالص ان السنيكر مش اصلي او اي حاجه، بس ما فيش مانع ان احنا نتاكد اكتر ونعمل التشيك اللي احنا هنعمله دلوقتي. فبدون الرغي كتير عشان رغيت حبه حلوين يعني، معلش انا اسف. خلينا نروح على السكرين بتاعه الموبايل ونشوف ازاي نقدر نعمل تشيك على السنيكر. طيب مبدئيا كده احنا عندنا 2 ابلكيشن، وفي ابلكيشن تالت كده بس لسه ظاهر جديد بقاله فتره، يعني ما بقالوش كام شهر، ممكن نتكلم عليه بعد كده. بس اشهر ابلكيشن حاليا تشيك، والابلكيشن التاني اللي هو ليجيت مارك. لما بتفتح ليجيت مارك تيجي تعمل كانك كده هتعمل تشيك، بتبص تشوف ان تكلفه التشيك $10 وبيعمل لك التشيك في افريج اقل من 6 ساعات. انا ده بالنسبه لي غالي. ليه؟ لان احنا في تشيك تقدر ب $4 بس تعمل تشيك لسنيكر، فطبعا في فرق في السعر، فخلينا مع تشيك على طول. طيب اول حاجه انت بتشحن الكريدت بتاع الابلكيشن، اقل مبلغ $4، ودول بيكفوا ان انا اقدر اعمل تشيك لمره واحده بس. هننزل من تحت كده هنلاقي اللوجو، او ندوس على كلمه نيو تشيك، بنختار البراند وبنختار الموديل اللي احنا عايزين نعمله تشيك. بيظهر لك مسج كده بيقول لك عايز تشوف سامبلز للصور اللي انت المفروض تحطها، ولا اوريدي انت عارف هنعمل سكيب ونبدا نحط الصور على طول. خلينا نشوف السامبل هم 6 صور، 6 صور اساسيه. هو ده اللي بيقدر يحدد من خلالهم هل السنيكر ده اصلي ولا لا، وهو بيديك سامبل لكل حاجه. خلينا اول حاجه نبدا بالابييرنس، وبيظهر لك لو انت الكاميرا او البوم، لو انت عايز، لو الصور اوريدي عندك عايز تحطها على طول او عايز تصورها لايف. خلينا نصورها لايف. ده الابييرنس اللي هو موجود في الريفرنس. بعد كده بنحط الانسايد تاج، التاج اللي هو بيكون جوه السنيكر، بنصوره، بنحاول نصوره. انا عارف ان هي تصويره رخم شويه. بعد كده بنحط الباك انسول، شيل الانسول من السنيكر ونصور الظهر بتاعه زي ما احنا شايفين، ونخش بعد كده على الانسول ستيتشنج، الخياطه اللي هي جوه السنيكر، وبعد كده التاج او الليبل اللي هو بيكون على البوكس من بره. وفي ميزه هنا في التشيك اب ان انت تقدر تختار اوبشن ان هو مفيش بوكس للسنيكر. بعد كده بنروح للديت كود. الديت كود ده بنسبه كبيره بيكون مكتوب جوه البوكس بتاع السنيكر. بعدها في اديشنالز، لو انت حابب تحط صور زياده. انا ممكن احط 5 صور كمان زياده في الكود، او الحاجه زي الكيو ار كود كده بيكون جوه البوكس برضو. وبرضو هنصور التانج، حط صوره للتانج، والصوره اللي بعديها هصور الكراكت ليدر اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، وبرده الستارز اللي انا قلت عليها اللي هي بتكون في الاوت سول من قدام. وهصور ابييرنس كده بي او في او من فوق كده للسنيكر بشكل عام، او لفرده من السنيكرز. وهصور الجزء بتاع الهيل من ورا. واعتقد ان انا تمام، مش محتاج ان انا اصور صور اكتر من كده. برده ممكن تحدد على حاجات من تحت كده زي ما انا قلت، ان انت تقول ان هو انه مفيش بوكس ليه. فكل دي ملاحظات كده انت بتدخلها او بتعرفها للابلكيشن. بتكمل في البروسيس، بيديك هنا 4 اختيارات. لو انت عايز التشيك في 5 دقايق لازم يكون معاك في رصيدك 8 كريدت. لو تفتكروا انا شحنت $4 بس برصيد مديني 3 كريدت، فانا ما اقدرش استخدم الاوبشن ده غير لما ازود البالانس بتاعي. الاوبشن الثاني اللي هو 15 دقيقه لازم يكون معايا 6 كريدت. الاوبشن الثالث 30 دقيقه ب 3 كريدت. الاوبشن الاخير لمده ساعتين ب 2 كريدت بس. انا هستخدم اللي هو ال 30 دقيقه. بعد ما بنعمل سبميت للريكوست تظهر لك المسج دي، وبيكون فيه زي كده ريكوست اي دي عشان تقدر تفولو اب بعد كده على الريكوست. وبيظهر لك كده في الابلكيشن من فوق ان انت في عندك تشيك بيندنج. عايز اقول لكم ان هو تقريبا اقل من نص ساعه، يعني في رينج من ربع ساعه لتلت ساعه بالظبط. فتحت الابلكيشن ما لقيتش الريكوست البيندنج موجود، فطبعا فهمت ان الريزلت ظهرت او النتيجه ظهرت. فبتروح رايح على البروفايل وتروح ماي تشيكس، ظهر لك الحاجات اللي انت عملتها تشيك قبل كده. زي ما احنا شايفين مكتوب باس، يعني هو خلاص اوريدي ان السنيكر اوثنتيك وتم عملوا له تشيك. تقدر تاخدها سكرين شوت او تعمل لها شير لو انت بقى حابب تبيع السنيكر بعد كده لحد.
فبتكون معاك زي ريفرنس ان انت لا انا واثق من الحاجه بتاعتي، ان السنيكر بتاعه اصلي وعامل له تشيك قبل كده. فده كده بشكل مفصل ازاي تعمل تشيك او ليجيت تشيك على السنيكر بتاعك لو انت شاكك فيه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، شير للفيديو ده لكل حد مهتم بالسنيكرز، اعملوا فولو على انستجرام وتيك توك عشان يوصلكم كل جديد خاص بعالم السنيكرز.